الراجل لما بيحب ما بيعرفش يبعد، ما بيبقاش فيه حاجه اسمها انتهاء علاقه. المهم هي بتقولي رضوى انا حبيته جدا وكنت متعلقه بيه جدا. لا كنت بشتغل ولا كنت بخرج ولا كان عندي صحاب ولا بعمل اي حاجه، هو بالنسبه لي الكون بحاله. لحد ما فجاه اختفى. اختفى لمده قد ايه؟ 6 شهور. لا تعرف عنه حاجه ولا بيكلمها ولا بتكلمه، وبتحاول توصل له فص ملح وداب. تعبت شويه كتير يا رضوى، وابتديت اشتغل. قدمت على شغلانه، رجعت تاني لصحابي، رجعت تاني لحياتي، رجعت تاني لدنيتي. رحت الجيم، لعبت رياضه، خسيت، ظبطت نفسي وكل حاجه. هوب هو فجاه ظهر. انا اسف، انا جالي فرصه عمل في الشركه اللي انا كنت بشتغل فيها بره مصر. ظهر بعد 6 شهور. اضطريت اروح اشتغل. انا غلطان ان انا ما قلتلكيش، انا اسف، انا ندمان، انا كذا. فهي قالت لي ان انا كنت لسه بحبه، وبالتالي رجعت له. لكن رجعت بالشكل الجديد. رجعت بقى اللي عندها جيم واللي عندها شغل واللي عندها صحاب واللي عندها حياة واللي عندها ماما واللي عندها بابا واللي عندها حاجات كتير قوي غيره. قعد له شهر ولا 2 ولا 3، ما عجبوش الحال. قال لها لا، انا اسف، يا ترجعي البنت اللي انا عارفها عشان اكمل الجوازه دي واتجوزك، يا احنا متشكرين ومع السلامه. طب يا رضوى اعمل ايه؟ اختار ما بين حياتي الجديده اللي انا حباها ومبسوطه منها وعلى مزاجي ومفرحاني وتمام، ولا ابعد وخلاص يعني ده حل، ولا ارجع وحياتي اللي هو ما كانش موجود فيها انتهى؟ اعمل ايه يا رضوى؟ في حاجه اسمها انه انسان يقرر انه يختفي من حياه انسان من غير ما يبلغه. في حد بيختفي كده 6 شهور ويرجع بعد 6 شهور. المفروض ان انت تكوني بقى مظبطه حياتك تاني على مزاجه. طيب ارجعي له واستقيلي من الشغل وابعدي عن صحباتك البنات وما تروحيش تلعبي رياضه وما تخرجيش الا معاه. وبعد 6 شهور اختفى 6 شهور تانيين بحجه ان جات له اعاره. ازاي الحال؟ الراجل لما بيحب ما بيعرفش يبعد، ما بيبقاش فيه حاجه اسمها انتهاء علاقه، ما بيبقاش فيه حاجه اسمها شهور وايام وسنين ما اعرفش اكلمك فيهم. الراجل اللي بيحب بجد بيبقى متعلق في رقبتك زي ما يكون امه، بعيدا عن السن، بعيدا عن فرق السن، بعيدا عن الخبره او التجارب، بعيدا ان هو كان بيعرف ستات كتير او ما بيعرفش. الراجل لما بيحب بيتعلق في رقبتك. لا، انا ما ارجعش اللي الراجل عرف يبعد عني، وهو ده رايي ومنتهى الامانه.